السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صنع المصارع الجزائري مسعود رضوان إدريس الحدث أمس واليوم بعد تشريفه العرب والأمة الإسلامية بقرار انسحابه من مواجهة المصارع الإسرائيلي في منافسات أقل من 73 كيلوغرام في أولمبياد باريس الصيفي. ورغم أن الجميع وقف في صفه شاكرين تضامنه ودعمه للقضية الفلسطينية وأهلنا في غزة الجريحة، إلا أن الجزائر إدريس مسعود تفاجأ اليوم بقرار صادم من الاتحاد الدولي للجيدو. وقبل التفاصيل لا تنسوا الاشتراك في القناة والإعجاب بالفيديو وترك تعليق وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد. إذن وفي بيان رسمي من الاتحاد الدولي للجيدو قال: بعد الألعاب الأولمبية سنجري مراجعة وتحقيقاً شاملين في الأمر، وستتخذ المزيد من الإجراءات إذا لزم الأمر، مضيفاً إن الرياضيين قد يصبحون ضحايا خلافات سياسية أوسع نطاقاً. وأوضح أن إدريس وصل لحضور جلسة تحديد الوزن أمس الأحد قبل 10 دقائق من الموعد النهائي، وتبين أن وزنه يزيد بفارق 400 جرام عن الحد المسموح به لخوض المواجهات. لكن المثير للغرابة، لماذا لم يتحدثون عن تحقيق حول اللاعبة المصرية للملاكمة يمنى عياد التي انسحبت لنفس السبب وهو زيادة الوزن؟ هنا نتأكد تماماً بأن مقاطعة الكيان الصهيوني يؤلمهم أكثر من الخسارة. ما رأيكم في ذلك؟ شاركونا في التعليقات ولا تنسوا الاشتراك في القناة ليصلكم كل جديد.